السلام عليكم. انا عايز احكي لكم النهارده عن عظمه المصريين وجدعنه المصريين وحلاوه المصريين وكرم المصريين وكل حاجه حلوه في المصريين. انا سافرت سنه 2011 بعد ثوره يناير تقريبا بشهر كده السعوديه. كانت اول مره اسافر واخر مره، قعدت حوالي 20 شهر. صادف ان المؤسسه اللي كنت بشتغل فيها كان فيها مصري شغال قبلي في نفس المكان، ما حضرتوش وما قابلتوش، وكان راكب نفس العربيه اللي انا راكبها. بادج المؤسسه موجود على العربيه. شوية يا جماعة، كل ما امشي في مكان في الرياض الاقي واحد من اي جنسية بينادي عليا، من بنجلاديش، نيبالي، باكستاني، افغاني، اقسم بالله بدون اي مبالغة، وينادي عليا ويقول لي فين ابو عبد الرحمن. اقول له مين ابو عبد الرحمن؟ يقول لي اللي كان شغال قبلك، المصري اللي كان شغال قبلك وكان راكب العربية دي. اقول له ماله يعني؟ يفضل يحكي عنه. حاجة خيالية يا جماعة، والله العظيم اقسم بالله ناس كتير جدا، لدرجة انا حسيت ان الاسفلت اللي العربية ماشية عليه بحب ابو عبد الرحمن، بحب صلاح ده. مش ممكن، بيحكوا عن ملاك، عن ملاك. ومن حظ الحلو ان هو كان من الشرقية، وكان في ناس متواصلين معاه وبلدياته معايا وقريبين مني، والحمد لله ان انا قدرت اشوفه لما ارجع واتواصل معاه، ولقيته في الحقيقة ملاك اكتر بكتير كتير جدا من اللي كانوا بيوصفوه كمان الناس دي. هم دول المصريين يا جماعة، ودي العينات الحقيقية من المصريين. مش هقول لكم بقى على اللي حضرتهم، ده اللي ما حضرتوش، خلي بقى اللي حضرتهم على جنب. المصريين اللي انا شفتهم ولأول مرة ما كنتش اعرفهم قبل كده، وعشت معاهم ال20 شهر، سواء في شغل قريب مني او سكن قريب مني، ومعظمهم من الشرقية. انا مش منحاز للشرقية ولا حاجة، بس هي جت كده يعني. دول كمان ملايكة، كرم ايه وجدعنة ايه واخوة ايه وتلاحم ايه ومساعدة ايه، ناس اقسم بالله ناس مش معقولة. والى الان الحمد لله في تواصل معاهم. مصر فيها حاجات حلوة كتير اوي يا جماعة.